يا صباح الجمال والدلع. ازاي تدلعي نفسك بحمام مغربي في البيت زي الصالونات بالظبط؟ النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي تعملي حمام مغربي في البيت بكل سهولة وراحة وتستمتعي ببشرة ناعمة وصحية، والنتيجة زي اللي بتشوفيها في الصالونات. هتحسي كأنك رجعتي من إجازة في مراكش. قبل ما نبدأ اضغطوا على لايك وسبسكرايب عشان تتابعوا كل جديد. خدي نفس عميق وتعالي نبدأ خطوة بخطوة عشان تدلعي نفسك من غير ما تخرجي من البيت. الحاجات اللي هنحتاجها وأسرار كل مكون: الصابون المغربي البلدي، سر الترطيب العميق، غني بفيتامين إي، بيشيل الجلد الميت وبينعم البشرة. باختصار ده بطل الحمام المغربي. اللفة المغربية أداة السحر، بتقشر الجلد وبتخلي بشرتك حرير وكأنك مولودة النهاردة. الطمي المغربي أو الغسول، المعدن السحري اللي بينظف البشرة بعمق، يشد الجلد ويغذيها بالمعادن الطبيعية. ماء الورد، بطل الترطيب والانتعاش، بيهدي البشرة وبيسيبها بريحة ولا أروع. زيت أرجان أو زيت اللوز، لمسة أخيرة هتسيب بشرتك ناعمة زي الحرير وغنية بمضادات الأكسدة. فوطة قطنية وروب، عشان التجربة تكمل الروب هيدفيكي بعد الحمام. شفتي؟ أدوات بسيطة لكن تأثيرها هيخليك تقولي لهم واو. التحضير قبل الحمام: سخني الحمام، افتحي المية السخنة 5 ل10 دقايق عشان البخار يملأ المكان ويفتح المسام. جهزي كل حاجة جنبك عشان تبقي مركزة في الاسترخاء من غير ما تقطعي اللحظة. خطوات الحمام المغربي، خلونا ندخل في الجد. طبقي الصابون المغربي البلدي، بللي جسمك، خدي شوية صابون ووزعيه على جسمك كله وسيبيه 10 دقايق عشان البخار يساعده يخترق الجلد. بعدين اغسليه كويس بالمية. ابدأي التقشير باللفة المغربية بحركات دائرية لطيفة. ركزي على الأماكن الخشنة زي الكوعين والركب، هتتفاجئي من النتائج. استمتعي بوقت الطمي المغربي، اخلطيه شوية بمية دافية أو ماء الورد ووزعيه على جسمك ووشك وسيبيه 10 دقايق. اغسلي جسمك بمية دافية، اتأكدي ان مفيش اي بواقي للصابون او الطمي، واطلعي من الشاور والبسي الروب. صحة وهنا. اللمسة السحرية بالزيوت، استخدمي زيت أرجان أو زيت اللوز لترطيب عميق ولمعة فخمة. حاسة بالفرق؟ لسه مكملين. بعد الحمام لحظات دلعك الخاصة. بعد ما تخلصي خطوات الحمام المغربي وتنشفي جسمك وشعرك كويس، دلعي شعرك بلمسة تراثية باستخدام المنديل المغربي بألوانه الجميلة وتطريزاته الحلوة. مش بس هيحافظ على رطوبة شعرك، لكن كمان هيضيف لمسة أناقة مميزة. وأكيد ما ينفعش تنسي لحظة الاسترخاء. جهزي كوباية شاي مغربي بالنعناع واقعدي في مكان هادي تستمتعي بالدفء والراحة بعد كل الدلع ده. الشاي المغربي هيساعدك تهدي أعصابك وتحسي بانتعاش وكأنك رجعت من رحلة الاستجمام. وأخيراً لو حابة تضيفي لمسة من الجمال المغربي الطبيعي، جربي الكحل المغربي لتحديد عينيكي، ودم الغزال أو العكر الفاسي كمورد خدود أو أحمر شفاه. بخطوات بسيطة هتكوني بلوك طبيعي وأنيق كأنك أميرة مغربية. ده مش بس حمام، ده يوم كامل من الدلع والجمال. الحمام المغربي مش مجرد خطوة تنظيف عادية، ده رحلة جمال واسترخاء تخليك تحسي بالتألق والثقة، وبيخلي ريحتك تجنن طول اليوم. انتي هتقعي في حب نفسك. لو جربت الخطوات دي ما تنسيش تشاركي تجربتك في الكومنتات، وما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب ولايك عشان تتابعوا كل جديد وتدعموني أقدم لكم أكتر. اكتبولي في الكومنتات ايه الأفكار اللي عايزيني أعمل عليها فيديو. أشوفكم قريب. باي باي.